ونسمع صوت حضرتك دايما في كل حلقه ان شاء الله. والله كده ما احنا الحلقه يعني نشارك يعني في حلقه كفكره حلقه يبقى موضوعي نتكلم في مثلا موضوع خلافات في الكوشن مرتضى منصور ايه تمام. يبقى حلقه منفصله. تمام. حضرتك بعد كده نمسك نادي الزمالك بقى نشوف مشكلته كده ان شاء الله. ان شاء الله اي اقتراحات عند حضرتك او افكار يبقى حضرتك دايما قولها لنا. الله يخليك. شكرا يا عم مدير حضرتك. لا متشكرين قوي متشكرين يا مصطفى. ربنا يخليك. شكرا. ايوه الله يخليك. ربنا يخليك. عفوا يا عمر. نلتقي بعد المباراه كده بكل نفرح. يا رب ان شاء الله. ماشي يعني ان شاء الله. باذن الله يا عم ان شاء الله. فرحه دي وفرحه العيد. وكل سنه طيب. ان شاء الله حضرتك طيب. شكرا لحضرتك. مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. في طبعا لبابا أمنية على اتصاله، يعني كويس والله حد كمان من جيل 89 يعني من اللي حضروا الماتشات دي كلها هيبقى حلو قوي يعني. انا من جيل 36 يا الاء يعني. لا هو انا كان حضرته على الجرايد يعني 36 برضه حضر يعني. حلو قوي ان برضه ان مختلف الاعمار السنيه كده بيكلمونا علشان نعرف راي الناس كلها، احنا سجلنا تفكيرنا عامل ازاي وتفكيرهم كمان كان عامل ازاي، وعرفنا ان ما كانش في اي اختلاف في 89 وفي 2009. نتمنى كمان نفس النتيجه تتكرر تاني السنه دي ان شاء الله. هو ما كانش فيه اختلاف من حيث التنظيم والتذاكر وكده، بس اكيد هيبقى في اختلاف في التشجيع وفي الاسلوب الحضاري في التواجد في الملعب بقى كده هيبقى في اختلاف يعني. بالتاكيد يا مصطفى. خلينا نطلع من مصطفى الاغنيه انا بحبها جدا جدا واكيد كل المصريين بيحبوها، اغنيه شاديه بتاعت يا حبيبتي يا مصر، ونرجع تاني بقى علشان نعيش الاجواء ونرجع تاني مع اتصالاتنا.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا اتصال علاء تقريبا. معانا يا مصطفى. الو. ايوه علاء ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. معانا باسم؟ ايه؟ معانا احمد ولا باسم؟ احمد صح؟ احمد عاطف. فاكراك والله. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا درش؟ رفيقي في التذاكر. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ وصلت التذكره سعرها كام دلوقتي؟ والله جبتها 100. 100؟ جبتها 100. ادي السوق السوداء يا عبد الحاج هيخربوا بيتنا. لا ده في حاجه ثانيه. ده ما اسمه ده بتاع النهارده على الاقل وصلت 250 300. ايوه والله ايوه، انا كنت لسه بقول لمصطفى في اول الحلقه ان التذكره وصلت 250 النهارده. مش قلت لك يا مصطفى؟ كمان مش ما بتدفعش على الدار بره. ده انت بيقول لك تخش مثلا النادي تدفع تذكره تخش النادي 29 جنيه، بعد كده تدخل تجيبها ب 250 او ب 300. انت وحظك بقى اللي يقع في ايدك. مهزله يا احمد، مهزله بجد. والله. ايه رايك في الفضيحه دي طيب؟ مش عارف والله، ده حرام على اتحاد الكوره، هيكره الناس في المنتخب. لا، ما هو المشكله ان برضه الجمهور مضطر، عشان مضطر ان هو يحضر طبعا، والناس نفسها تحضر، وهم عارفين ان النقطه دي في شعب مصر، يعني عارفين ان الناس هتدفع حتى لو اخر جنيه في جيبهم وفي بيتهم هيدفعوا عشان خاطر الماتش، عشان كده في منتهى الاستغلال، قمه الاستغلال. بس سيبك انت يا احمد، احنا لو عرفنا نجيب تذكره الوصول لكاس العالم ب 100 جنيه دي حنين عليك. طبعا. ده انت في جنوب افريقيا كمان. برافو عليك والله، ده انت جميل، بس خدنا معاك. ان شاء الله. ايه رايك يا احمد في المنتخب خلال الاسبوعين، وايه رايك في تركيز اللعيبه واكيد انت عندك معلومات يعني عن المعسكر كان ماشي ازاي الفتره اللي فاتت دي؟ والله انا ان شاء الله متفائلين، بس تفاؤل قوي يعني لازم نبقى متفائلين بس بحدود. تمام. يعني التفاؤل الزياده ممكن يدي ثقه اللعيبه ان هم كده يعني مش يعني كسبانين، لا لازم يبقوا متفائلين بس بحدود، يعني برضه يحترموا في اللي احنا بنلعبه كده. بالتأكيد. تتوقع بقى قبل الماتش بيومين اهو، تتوقع النتيجة كام؟ 3-0. 3-0. يا رب يا رب. مين اللي هيجيب الاهداف طيب؟ طب تتوقع مين اللي هيجيب الاهداف؟ غير ان ابو تريكة اكيد الهدف الاخير. غير ان ابو تريكة هيجيب الاخير. يا سبحان الله، ما قلتش ابو تريكة يعني. لا والله الصراحه ما بحبوش يعني. يا عم لا يا عم احنا فاضل 24 ساعه. لا والله هو البركه اصلا، وهو اللي فيه امل ان هو يجيب الجون الاخير ده. انت رايك كيف التشكيل يعني؟ التشكيل ان شاء الله يعني هيلعب عصام الحضري، عبد السقا، علي سعيد، ووكا، وسط الملعب شوقي وحمص واحمد فتحي وسيد معوض وابو تريكة وزيدان ومدحت. يعني مفيش عمرو زكي ومفيش حسني عبد ربه، مع ان حسني عبد ربه ان احنا عارفين ان هو تقريبا اكتمل الشفاء. لا لو اكتمل يبقى هو مكان حمص، بس هو هيسيب عمرو زكي وبركات بره. وانت شايف ان عمرو زكي وبركات هيبدا بيهم كاوراق رابحه ليه يعني؟ صح. تمام يا ابو حميد، وانت اكيد رايح الاستاد يعني؟ ان شاء الله بشوفك بقى هناك. خلاص اشوفك هناك يا ابو حميد ان شاء الله. وطارق عمل ايه النهارده مع بتروجيت؟ تعادل 2-2. شكلك حلو ولا ايه؟ يعني متوسط المستوى كده. ماشي يا باشا. ربنا يكرمك. انا بشكرك يا احمد على اتصالك جدا. احمد، وانت في الاستاد اي ميديا تعرف تجيبها تبعتها لنا، صور فيديو اي حاجه، لو في اي حاجه قدامك ابقى ابعتها لنا يعني. خلاص اوكي ماشي. خلاص هنستنى اتصالك. اكيد طبعا، وهنستنى اتصالك، واحتمال تلاقوني معاكم مش بعيد يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد. ماشي يا باشا. مستني اتصالك. سلام يا حميد. طبعا التذاكر غالية على الكل، والمشكلة مش هتنتهي غير مع صفارة الحاجة او غير مع قفل الابواب يعني. ما هو يا مصطفى هتفضل كده، وبقى كمان ده المشكلة ان ازاي هيفتحوا الاستاد الساعة 3
وبيقولوا هيتقفل الساعة 5. قول لي ازاي؟ لا عرفت ان الامن هيبدا، قالك مش هيقدر يسيطر على الجمهور من 3 ل 5 او من 3 ل 6 خلال الفتره دي، فقرروا ان هم هيفتحوا الاستاد من الساعه 12. ماشي، عشان يبقى في فتره كافيه ان الناس تخش براحتها. هيبقى انا حاسه ان هو هيكون في مهزله في البطوله، يعني هو الامن هيحاول يسيطر على قد ما يقدر، بس انا مش عارفه ليه انا قلبي مخدوع.